وطبعا بيقدر جون ويك ان هو يوصل للمكان اللي ايف مستخبيه فيه، وبيقول لها ان هو هيديها الخيار، اما ان هي تسيب البلد دي وتمشي فورا او ان هو يقتلها. فوقتها ايف بتقرب منه شويه وبتفكره بنفسها، وبتقول له ان هي قابلته قبل كده وسالته ازاي تقدر تعمل زيه وتخالف القوانين، وبتعرفه ان هي مش هتمشي وبتبدا تتقاتل معاه. وطبعا جون ويك بيكون اقوى منها بكتير وبيقدر يثبتها على الارض وبيطلب منها تمشي، ولكن ايف بترفض ومش بتستسلم، وبتحاول اكتر من مره ان هي تهجم على جون، وفي كل مره جون بيتفوق عليها وبيقرر طلبه ان هي تمشي علشان ما يضطرش يقتلها. فبتعرفه ايف وهي متاثره ان الناس دي موتت ابوها، وبتطلب منه ان هو يسمح لها تنهي الامر اللي جاي علشانه وتاخد حقها. فبيتعاطف جون ويك معاها وبيقول لها ان هو يدي لها مهله نص ساعه بس لحد الساعه 12، ولو ما قدرتش تموت المستشار قبل الوقت ده فهو هيقتلها. فبتوافق ايف وبتتحرك على المكان اللي موجود فيه المستشار، وبتضرب واحد من الحراس وبتفجر قنبله فيه فبتجذب الانتباه. وبيعرف المستشار وقتها ان هي عايشه وان جون ويك ما خلصش عليها، فبيدي اوامر للسكان ان هم يتدخلوا ويهاجموها. ووقتها بتتحرك ايف وبتقتحم مخزن الاسلحه وبتاخد منه قذف اللهب، وده بيكون سلاح فتاك. وفي الوقت ده المستشار بيتكلم مع دراعه اليمين وبيطلب منه يروح يخلص على ايف بنفسه، وفي نفس الوقت بيدخل رجاله العصابه مخزن الاسلحه فبتفتح عليهم ايف قذف اللهب وبتحرقه. وساعتها الدراع اليمين للمستشار بياخد قذف لهب تاني وبيروح يواجه ايف، ووقتها كل واحد فيهم بيفتح النار على التاني وبيحاول يحرقه، وبتجري ايف منه وبتدخل مخزن الاسلحه. وساعتها بتشوف رجاله العصابه وهم بره بيدوروا عليها، فبتخرج وبتفتح عليهم النار وبتحرقهم كلهم. وفي نفس الوقت بيكون المستشار مصمم ان هو ما يسيبش مكانه ويهرب رغم الخطر، ولكن لما بيلح عليه رجالته فبيوافق وبيقرر ياخد الطفله إلا وبيركب العربيه وبيمشوا بيها. اما ايف فبتلاقي الدراع اليمين للمستشار بيظهر قدامها، وساعتها بتكون ايف معهاش بنزين في قذف اللهب بتاعها وبيفتح عليها النار، ولكن ايف بتجري بسرعه وبتنط جوه مبنى وبتاخد خرطوم الميه وبتطلع بيه، وبتتصدى قذف اللهب بالميه ولكنها بتقع وهي ماسكه الخرطوم. وبيمسك المقاتل قذف اللهب وبيكون خلاص هيحرقها، ولكن وقتها جون ويك بيكون مراقب اللي بيحصل من فوق مبنى عالي، فبيضرب رصاص على خزان قذف اللهب وبينفجر في المقاتل وبينقذ ايف. وبتتفاجئ ايف ان جون ويك بيساعدها، وبيكون فاضل دقايق على الساعه 12 حسب الاتفاق، فبتتحرك بسرعه وبتشوف العربيه اللي فيها المستشار مع الطفله إلا، فبتضرب نار على العربيه وبتصيب السواق. فبينزل المستشار من العربيه ويتكلم مع ايف وبيأكد لها ان مفيش حاجه هتتغير بموته، وحتى لو موتته هتفضل العصابه موجوده، وبيقول لها ان قدرها تكون قاتله محترفه وهي مش هتقدر تغير ده، وبيحاول يقنعها تنضم لعصابه عيله امها، ولكن ايف بتضربه بطلقه في دماغه وهو بيتكلم. فلو عايز تعرف القصه كامله وتشوف ملخص الفيلم كامل دوس على السهم اللي تحت ودعمني بلايك وشير واشترك في القناه علشان تشوف كل حاجه بنعملها، واهم حاجه ما تنساش تصلي على الحبيب قلبك يطيب.